أيها الإخوة المواطنون أعضاء المؤتمر القومي، لقد كان مؤتمركم بالنسبة لي حدثا هاما، ولعلكم ترون أنني حضرت إليه يوميا وشاركت في أعماله منذ بدأ دورة انعقاده الحالية. إن هذا المؤتمر توافق مع تطورات لها أهميتها ولها خطورتها على طريق نضالنا الطويل، وكان وجودكم معي ووجودي بينكم في هذا الوقت بالذات مشاركة أعتز بها وسندا تقوى به مواقفنا وتحركاتنا نحو هدف محدد وضعته الحوادث أمامنا، تحديا لمبادئنا بل وتحديا لحياتنا، وارتضينا جميعا أن نعيش من أجله وأن نموت من أجله إذا اقتضى الأمر. إن لقاءاتنا خلال الأيام الأربعة الأخيرة وفي ظلال الأمجاد العظيمة لثورة الشعب المصري في 23 يوليو سنة 1952 زادتني اقتناعا بأن هذا الشعب قادر على مسؤولية التحدي، تحدي المبادئ وتحدي الحياة، وبأنه سوف يعيش لمبادئه وبها، وأنه سوف ينتصر لمبادئه وبها. إن النصر عمل والعمل حركة، والحركة فكر، والفكر فهم وإيمان، وهكذا ترون أن كل شيء يبدأ بالإنسان. وهنا في هذا المؤتمر كما في كل موقع من مواقع العمل على أرضنا المقاتلة كان الإنسان المصري على مستوى التحدي مؤمنا وفاهما مفكرا متحركا عاملا منتصرا بإذن الله. لقد كانت أمامكم وأمام شعبنا كله في هذا المؤتمر قضية من أعقد قضايا الإنسانية والتاريخ، أعقد ما يمكن أن يواجهه شعب من الشعوب في أي مرحلة من مراحل نضاله، وهي قضية الحرب والسلام. وخلال المناقشات في الجلسات المفتوحة أو في الجلسات المغلقة فإن طريقكم كان واضحا، لا لبس فيه ولا عوج، لا اضطراب فيه ولا ارتباك. نحن نسعى للسلام من أجل السلام، ونحن لا نريد الحرب لمجرد الحرب، ولكن السلام له طريق واحد، هو طريق انتصار المبادئ مهما تنوعت الوسائل ومهما زادت الأعباء والتضحيات. بغير انتصار المبادئ لا يكون السلام سلاما. ومن هنا نستطيع القول بشكل محدد وحاسم إن السلام انتصار والانتصار سلام. إن وقفة قواتنا المسلحة على خطوط الجبهة ووقفة جماهير شعبنا وراء هذه الخطوط وهذا العمل الممتاز الذي قمتم به في هذه الدورة لمؤتمركم ليست ظاهرة عارضة في تاريخنا، وإنما هي مشاهد من قصة شعب خبر الكفاح وتمرس به وعاش قضايا الحرب والسلام وعانى مسؤولياتها وترسبت في أعماقه ذخيرة هائلة مما تتركه تجارب الحياة في ضمائر الشعوب، ويضاعف من قيمة المكتسبات الهائلة في ضمير الشعب المصري أن تجربته التاريخية كانت على مر العصور أوسع من مصلحته الذاتية وأكبر من حدوده السياسية، وذلك بحكم انتمائه العضوي إلى أمة عربية تعيش في قلب العالم جغرافيا وحضاريا. ولست أريد أن أعود إلى الماضي وصفحاته مشرفة، وإنما يكفينا استعراض ما لا يزال حيا في أذهاننا منذ اليوم الذي ارتفعت فيه أعلام ثورة 23 يوليو. إن الشعب المصري تحت أعلام هذه الثورة تحت أعلام هذه الثورة رفض السلامة عن طريق الانعزال، ورفض الأنانية برغم كل مغرياتها الوقتية. لقد جعل قضية أمته قضيته وعاش النضال من أجلها بحياته، وكان في ذلك يصدر عن وعي بمسار التاريخ لم يساوره فيه شك أو تردد. أثبت أبناء هذا الشعب دائما
انهم الامناء بالكلمة والامناء بالفعل. لم تكن الحرية والاشتراكية والوحدة بالنسبة له كلمات، وانما كانت الحرية والاشتراكية والوحدة بالنسبة له اعمالا، بل كانت كلها بالنسبة له قتالا. وليس هناك علم شريف يرفرف على الارض العربية الا وكانت يد هذا الشعب المصري اول الايدي التي امتدت لتساعد على اقامته، وليست تعنينا في ذلك شهادة اي فرد، وانما تعنينا في ذلك شهادة التاريخ وذاكرة التاريخ مبرأة من العقد ومن الاهواء ومن التحزب ومن النسيان. ايها الاخوة، بعد 4 ايام من العمل الجدي والبناء فانكم الان تتأهبون للعودة الى قواعدكم والى جماهيركم، ولتنقلوا من هنا الى كل بقعة في ارض هذا الوطن المناضل رسالة هذا المؤتمر. نحن نريد السلام، ولكن السلام بعيد، ونحن لا نريد الحرب، ولكن الحرب من حولنا، وسوف نخوض المخاطر مهما كانت دفاعا عن الحق والعدل. حق وعدل لا سبيل لتحقيقهما غير طرد قوى العدوان من كل شبر من الارض العربية المحتلة سنة 1967، من القدس، من الجولان، من الضفة الغربية، من غزة، من سيناء. وحق وعدل لا سبيل لتحقيقهما غير استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه الشرعية وخروجه من خيام اللاجئين ليدخل مدنه وقراه ومزارعه وبيوته، ويعود مرة اخرى الى قلب الحياة بعد ان ارغمته الظروف ان يبقى اكثر من 20 سنة على هامش الحياة. ذلك ايها الاخوة هو الهدف والطريق، انتصار السلام وسلام الانتصار. هذه هي رسالة هذا المؤتمر، وهذه هي قضية شعبنا وقضية امتنا العربية. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.